لو كنتم زيي من عشاق المخبوزات والقرص والبسكوتات وكل حاجة بتدخل الفرن وبيبقى ليها ريحة حلوة قوي وهي بتتخبز، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة للقرص اللي معمولة بطريقة متميزة جدا واللي داخل فيها الزبادي واللي بيخلي طعمها مختلف عن أي قرص ممكن تكونوا تطوها قبل كده، هتعجبكم جدا. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا كيلو من الدقيق هننزل عليه بربع معلقة ملح ومعلقة ينسون ومعلقة شمر مطحونين و2 معلقة سمسم محمص، وهنقلبهم حلو قوي مع بعض، وهنخلي المقادير الجافة على جنب. في كوباية هننزل بمعلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقتين من السكر ونخلطهم ببعض كويس، وننزل عليهم بربع كوبايه من الميه الدافيه ونقلبهم حلو قوي ونغطي عليهم ونسيب الخميره بتاعتنا تتفاعل. هننزل بكوبايه من السمنه السايحه وكوبايه من الزيت ونسخنهم جامد قوي على النار بدون ما يقدحوا، وننزل بيهم على المواد الجافه بتاعتنا ونبدا نقلبهم كويس قوي ونبس كويس جدا علشان كل ذرات الدقيق تتغلف بالماده الدهنيه. وبعدين هننزل عليهم بواحده زبادي كبيره ونخلط كويس قوي والخميره بتاعتنا بعد ما اتفعلت، ونبدأ نقدمهم حلو قوي بدون ما نعجن علشان ما يطلعش للعجينة بتاعتنا عرق. ولو لقيناها ناشفة شوية هننزل عليها بشوية مية شوية بشوية. أنا خدت مني الدقيق بتاعي نص كوباية مية زيادة، ومن غير ما نسيبها تخمر هنبدأ في التشكيل. أنا شكلتها على شكل دواير وقسمت كل دايرة 2 عشان تطلع لي بالشكل اللطيف ده، وهرصهم في صينية مش مدهونة، وهعمل شكل تاني على شكل يعني صوابع كده، وهرصهم برضك في الصينية وادخلهم على فرن 180 درجة لحد ما لونهم يحمر. وطبعا ما فيش اي حد عربي اصيل الا لازم لما يعمل اي مخبوزات لازم يحط لها تمر او عجوه، وطبعا انا ما قدرتش اقاوم الاحساس ده وعملت جزء منها بحشيتها بقرص بالعجوه من كتر ما انا بحب قد ايه القرص بالعجوه مع فنجان الشاي. دي وصفتنا النهارده. مش قادره اقول لكم قد ايه حلوه، قد ايه القرص ناعمه وجميله. الزبادي بيخليها في حته تانية خالص وبيخلي العجينه بتاعتنا جميله فوق ما تتصوروا، وزي ما حضراتكم شايفين ناعمه ومخرفشه خالص. ودي طبعا قرص بالعجوه سمه المراه العربيه. أتمنى لو عجبتكم وصفتنا النهاردة للقرص بالزبادي إنكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا حاجة جميلة وبالهنا.